إذن تأملوا قضية الطف وأحداث كربلاء ما تنتظر أنك تقرأها في تاريخ الطبري وابن الأثير حتى يمكن أن يكون لك مجال للتشكيك بصحتها. لا، القضية من الله والأنبياء والرسل، ورسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين تولوا نقل أحداث كربلاء. فهذه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قبل أن تحمل بالإمام الحسين أخبرها رسول الله بمقتله، فصارت تبكي وحزنت، حملته كرها، لأن الزهراء تكره مقتل الحسين. في أحد يحب مقتل الحسين؟ لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. الزهراء لا ترضى بقتل الحسين، ولا واحد مؤمن يرضى بقتل الحسين، لذلك حملته كرها ووضعته كرها. وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين 24 شهر، والحمل كان 6 أشهر، نفس مدة حمل يحيى بن زكريا. تأملوا العبارة. بعد ذلك القرآن يشير إلى هذا المعنى في سورة القصص: فلما أتاها تلك الشجرة النار التي هي في كربلاء، لأن الله خاطب موسى قال له: يا موسى، هذه الرواية أنقلها لكم عن أهل البيت، عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، ونحن نأخذ تفسير القرآن من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، لأن القرآن نزل في بيوتهم وهم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من الآخرين، وهم أعلم بالقرآن وبحقيقته. لذلك يقول الحديث الوارد عن أهل البيت أن الله لما أراد أن يكلم موسى قال له: اذهب إلى كربلاء يا موسى حتى أكلمك. وهذا الحديث موجود في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، وتفسير نور الثقلين، وفي كتب التفسير الأخرى الكبيرة، وفي البحار، وهاي الكتب العظيمة الثقيلة ذات الوزن الثقيل. الأخبار واردة كما ورد في كامل الزيارات، وهذا الكامل إذا لم يكن أعلى من الكتب الأربعة فهو في عداد الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. يقول الحديث الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن الله تبارك وتعالى قال لموسى: عندي معك كلام يا موسى، ولكن اذهب إلى كربلاء حتى أكلمك. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. تأملوا العبارة. فيقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، يقول: شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء المقدسة، والشجرة محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. الآن الرسالة ما هي؟ أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني عالمية الحق وعالمية الإسلام وعالمية قضية أهل البيت وعالمية أمر أهل البيت. رحم الله من أحيا أمرنا، تنطلق من كربلاء إلى العالم كله. صوت الحق من كربلاء يجب أن ينطلق. لذلك في أول سورة مريم إشارة: كاف ها يا عين صاد. الإمام أمير المؤمنين يفسرها يقول: كاف كربلاء. ولا تستكثر أن تكون الكاف كربلاء حبيبي، لأنه إذا كانت كربلاء أكبر مصيبة، والله يقول: وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فقطعا هذا رمز لكربلاء، لأن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور فيها أسرار عميقة. كاف ها يا عين صاد كربلاء، هلاك أهل البيت. الهاء الياء يزيد بن معاوية، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. والحسين هو القرآن الناطق يا حبيبي، الحسين هو القرآن الناطق. أمير المؤمنين يقول: أنا كتاب الله الناطق. لأن أهل البيت عندما يقول الإمام أنا كتاب الله الناطق لا يستطيع أحد أن يقطع عليه كلامه، لأن ما عنده في حياته لا خطوة ولا كلمة ولا عمل ضد القرآن، إنما هو قرآن مجسد حي يجري أمام العالم كله. تأملوا هذه العبارة. فإذا لاحظوا هذا المعنى. من الذي نقل أحداث كربلاء؟ الله أول من نقلها. موسى بن عمران في المناجاة في الطور: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة.
يوم الأربعين، وهاي في الأخبار الواردة أنها بدأت من يوم عاشوراء إلى يوم 40 الإمام الحسين. هذه الأخبار. نزل موسى من طور سيناء يبكي يكفكف دموعه بكمه، فاستقبله أخوه هارون. وتعلمون منزلة هارون ومنزلة علي بن أبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة أو كمنزلة هارون من موسى. فقال له هارون: يا ابن أم تبكي؟ لا أبكى الله عينيك. قال: أخي هارون، إن الله أخبرني بمقتل الحسين بن علي، مقتل الحسين بن فاطمة، مقتل الحسين ابن رسول الله، وصور لي أحداث كربلاء كلها. فبكيت. فتأملوا، ما يحتاج تبحث عن الطبري وتأتي إلى الرواية تقول هذه ضعيفة، هاي رواها فلان. لا، اسمع الرواة. الأنبياء كلهم اشتركوا